السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر أهل غزة وفلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين. اللهم أمين. قولوا أمين. خير ما نبدأ به يومنا هو الدعاء والذكر. ايه رأيكم بقى في الطبق الجميل اللي قدامكم ده؟ الطبق ده عملناه بإمكانيات محدودة جدا. إن شاء الله هيعجبكم، واللي حابة تعمل أكلة حلوة لولادها بإذن الله الوصفة دي هتعجبها. واحنا كمان هنعمل معانا المكرونة في قعدها. يعني ايه المكرونة في قعدها؟ يعني هنحطها في الصلصة على طول، من الكيس على الصلصة. يعني مش هنسلق ولا هنصفي ولا الكلام ده كله، هنعملها في خطوة واحدة بس. يلا بقى نبتدي كده بأول حاجة بالمكرونة ونقول بسم الله. انا معايا كده حلة على النار، حاطه فيها شويه من الزيت. حطيت عليها بصلايه متوسطه متقطعه صغيره زي ما حضراتكم شايفين كده، قطع صغيره. هسيبها كده، يعني ايه تدبل شويه، تحمر شويه كده. بعد كده هنزل عليها بنص معلقه من الثوم المفروم. طبعا كلنا عارفين احنا منزلتش بالثوم في الاول ليه، لان الثوم بيتحمر بسرعه عن البصله. يعني لو كنت نزلتي بيه مع البصله كانت الثوم هيتحرق، والبصله كانت لسه هتفضل ما خدتش لون. فانا سبت البصله تاخد لون شويه، وبعد كده نزلت بنص معلقه الثوم. هاسيبهم كلهم كده لحد ما ياخدوا لون مع بعض. طبعا في ناس بتعمل المكرونة ببصلة بس، وفي ناس بتعملها بتوم بس. لا، انا بحب اعملها بالثوم والبصل والبصل علشان تاخد النكهة بتاعت الاتنين. بعد كده نزلت عليها بطماطم معصورة في الخلاط، وحاطة مع الطماطم ديت قطع من البنجر. البنجر ده بيزود من القيمة الغذائية بتاعة الأكل، وفي نفس الوقت لو الطماطم بتاعتك مش حمرة هو بيحمر الطماطم. طبعا براحتك، ده اختياري، منتيش عايزة تحطي قطعة البنجر دي براحتك. بس أنا يعني شايفاها يعني بتزود القيمة وبتزود الحمار بتاع الطماطم. بعد كده نزلت بنص معلقة من الملح ونص معلقة من الفلفل الأسود. وهزود بقى شوية من المية، لأن كده الطماطم هتبقى تقيلة، واحنا عايزين الطماطم تبقى عصير الطماطم خفيف شوية، لأن هي لسه تاخد غلوتين كده على النار. أنا هسيبها تاخد حوالي غلوتين، يعني مش هسيبها تتسبك خالص وتنشف، لا، تاخد بس غلوتين كده على النار زي ما حضراتكم شايفين. طبعا أنا كنت زودت المية، واللقطة ديت ما جتش، بس انا زودت المية، وبعد ما غلت شلت منها حوالي كبشتين كده في طبق. هقول لكم انا شلتهم ليه. طبعا الحركة دي للناس اللي لسه اول مرة تعمل المكرونة بالطريقة دي. حطيت بعد كده نزلت المكرونة زي ما قلت لكم من الكيس على طول. مش هقول لكم الكمية قد ايه، عشان انا هعرفكم ازاي تعملوا المكرونة بقعدها باي نوع مكرونة، وبأي كمية. شايفين المكرونة على الوش ازاي، ظاهرة على الوش ازاي؟ لا، احنا مش عايزينها تظهر كده على الوش. القعد بتاعها ان المكرونة تحت طبقة الصلصة على طول، تبقى الصلصة مغطياها. مش هقولك بقى بعقلة ولا بنص عقلة، لا، يعني تبقى المكرونة على السطح اهي، فوقيها على طول الصلصة مغطياها، بس يعني مش بقعد معين، مش زي ما قلت لك، مش بعقلة ولا بنص عقلة اهي. شايفة المعلقة يا دوبك على المكرونة الصلصة مغطياها بالظبط. عشان كده انا شلت الشوية من الصلصة في الطبق، علشان الصلصة ما تبقاش كتير قوي. فحط المكرونة تغرق في قلب الصلصة كده وتعجن معايا. فانا شلت شويه بحيث المكرونه لسه على الوش، اقوم مزوده شويه من الصلصه. طب خلاص، المكرونه القعد بتاعها مظبوط والصلصه على الوش بتاعها كده مغطياه، يبقى خلاص ما زودش صلصه. عشان كده انا شلت الشويه دولت، عشان اعرف اللي لسه اول مره يعمل مكرونه يعمل معانا ايه، علشان ما تعجنش معانا. وهغطي عليها واسيبها بقى تغلي، وبعد كده هفتح عليها الغطا، يعني بعد 5 دقايق كده واقلبها. في الحاله دي اهدي النار على المكرونه؟ لا، الصلصة لسه مغطيه الوش بتاع المكرونة. هغطي عليها وكمان 5 دقايق افتح عليها، الاقيها بقت بالشكل ده. المكرونة بدأت تشرب الصلصة، المكرونة ظهرت كلها على الوش. في الحالة دي بقى ههدي النار. لكن طول ما الصلصة بتاعت المكرونة مغطية وش المكرونة، لا، اسيب المكرونة على نار عالية لحد ما تبدأ كده المكرونة تشرب الصلصة وكلها تظهر على الوش بالشكل ده. ههدي عليها النار. انا في الحالة دي بقى نقلتها على الشعلة الصغيرة خالص،
من البوتاجاز وهديت عليها النار واديت لها تقليبتين كده، وهغطيها بقى لحد ما توصل للشكل اللي حضراتكم هتشوفوه معانا ده. خلاص شربت الصلصة بتاعتها، وهتبقى ايه لسه فاضل فيها تكة بس على السوا. شايفين الشكل؟ يا دوبك فاضل لها بس تكة خالص على السوا، يعني ما استوتش بشكل كلي، لا فاضل لها تكة. في الحالة دي انا هقفل عليها النار وهوارب عليها الغطا. مش هكبس عليها الغطا واكبس البخار فيها، علشان لو كبست البخار فيها بالشكل ده المكرونة هتعجن، البخار اللي فيها دي هيسويها لدرجة التعجين. لا، هي التكة دي فاضل لها يا دوبك حاجة بسيطة، البخار بتاع المكرونة هو اللي هيسويها. عشان كده انا هحط المكرونه، هغطي المكرونه، الغطا بتاعها يبقى بورب. بعد كده بعد ما تستوى هقدح شويه من الزيت، شويه صغيرين معلقتين كده من الزيت، وانزل عليهم على وش المكرونه، هيدوهم لمعه وهيديها طعم جميل. كده خلاص شايفين المكرونه انا بحاول اوريها لكم ازاي. هسيبها بقى وارب عليها الغطا واسيبها تعيش حياتها بقى كده تستوى. بعد كده بقى ندخل على الصنف التاني اللي هو ايه بقى معانا، اللي هو كباب الفراخ، او كفتة الفراخ، براحتكم زي ما تسموها سموها. هسيب بقى المكرونة تعيش كده حياتها ونروح بقى للفراخ معانا. معايا صدر من الفرخة، هاخده كده اقطعه قطع صغيرة بالطول وبالعرض، يعني قطع صغيرة. بعد كده هعصر عليه ليمونية. هي صدر الفرخة معصور مغسول معانا كويس جدا، بس انا بعد ما قطعته عشان اضمن ان ما يبقاش فيه اي ريحة زفارة، عصرت عليه كده نص ليمونية، وبعد كده خدته شطفته تحت المية، واخد الفراخ معايا ديت، افرمها في الكبة بتاعة الخلاط فرم ناعم زي ما حضراتكم شايفينه كده. طبعا الكمية ديت مش هتقضي معايا عيلة، يعني انا لو سبت الفرخة بس كده مش هتقضي معايا، فاحنا هنزودها كده بشوية زيادات علشان تزود معانا الكمية، وفي نفس الوقت هتديها طعم جميل قوي. هنشوف هنعمل معانا ايه. انا كده معايا بصلة متوسطة بشرتها، وبالمية بتاعتها هحطها على الفرخ، يعني مش هصفي المية. معايا كمان بطاطساية وسط، سلقتها وهرستها كويس ونزلت بيها برضو. معانا كمان نص معلقة من الثوم المفروم، او حوالي فصين ثوم كبار مبشورين بشر ناعم، او ممكن تدقيهم كده في ايد الهون، في الهون بتاعك دق ناعم خالص. كمان معايا قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر، قطعتهم قطع صغيرة خالص، يعني اصغر حاجة تقدري توصلي ليها قطعيهم. بعد كده هنزل عليهم برضو هنزل على الفراخ بيهم. ولو حابين الحاجة تبقى مشطشطة قوي، يعني حابين الحاجة حارة، ممكن برضو تقطعي قطعة شطة صغنطوطة خالص، شطة حمراء صغيرة خالص. معايا كمان معلقة من النشا. بس في التكة دي بقى انا حطيت معلقة هرمية كبيرة، فنصيحة مني حطي معلقة بس تبقى ممسوحة، معلقة نشا ممسوحة. هي دي فلتت مني، اي نعم الكفتة كانت جميلة، بس علشان تبقى سبايسي معاكي اكتر وطريه معاكي اكتر، خلي معلقه النشا اللي انت هتحطيها يا دوبك معلقه ممسوحه. انا هنا حطيت معلقه راميه زي ما انتم شايفين، لا انت هتحطي معلقه ممسوحه من النشا. بعد كده نزلت بنص معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود، مش هحط بهارات اكتر من كده، هي دي البهارات ملح وفلفل اسود. هنعجنها كويس. بعد ما اتعجنت زي ما انتم شايفين العجينه طريه خالص، طبعا احنا عايزين، انا مش عايزه العجينه معايا طريه. انا معايا بقى ايه كمان المكون الاضافي اللي كمان هيضاعف من الكميه اللي معانا وهيديها طعم جميل وهيشرب كل السوائل ديت 3 معالق من البرغل. البرغل اللي بنشتريه من عند العطار بنجيبه خشن شويه، فانا ضربته ضربتين كده في الكبه بتاعه الخلاط عشان يتفرم معايا يبقى فرم ناعم زي ما حضراتكم شايفينه كده. بعد ما اتفرم معايا خدت 3 معالق ممسوحين، 3 معالق كبار ممسوحين من البرغل، وكمان ذرة صغيرة خالص على طرف المعلقة زي ما حضراتكم شفتم من البيكنج باودر او من الكربوناتو. هقلب بقى كويس جدا علشان البرغل بقى يدخل في المكونات كلها تدخل في بعضها. يبقى وانتي بتعجنيها في الاول ما تقلقيش خالص ان لقيتيها سايبه معاكي، لان احنا لسه هنحط
3 معالق من البرغل. زي ما قلت لك تطحنيه طحن ناعم خالص يبقى ناعم، وتاخدي بقى بعد كده تعيري 3 معالق ممسوحين من المعلقة الكبيرة. هنعجنها كويس جدا، وبعد كده هسيبها بقى ترتاح في التلاجة من تحت حوالي 10 دقايق، او ممكن تحطيها في الفريزر 5 دقايق بالظبط. بعد ما تطلعيها هتلاقي البرغل شيلي بكل السوائل اللي موجودة فيها دي. شايفين الكمية معايا زادت ازاي؟ والطعم بصراحة خطير جميل جدا. جربي الوصفة دي بإذن الله، وبإذن الله هتعجبك. وإن وصلت لحد هنا ما تنسيش بقى تحطوا لي لايك، وتقولوا لي الوصفة إن شاء الله هتعجبكم ولا ما عجبتكوشي. يلا آه تابعوا معايا لآخر الفيديو وانتوا هتعرفوا. كده انا كنت خرجتها خلاص من التلاجة، شايفينها هي مسكت معايا خالص وما بقتش بتلزق خالص. هبدأ بقى اشكلها معايا كده شوية زيت جنبي هدهن بيهم ايدي، وهبدأ بقى اشكلها بالشكل ده. معاكي بقى عصاية شيش طاووق، او السيخ بتاع الكفتة، او معلقة طحينة، اي حاجة تقدري تصبعي عليها بحيث ان يديها فراغ من جوه، علشان الكفتة بتاعتي لما تستوى كده من جوه ومن بره. علشان انا هحط لها كده خلطة. الخلطة ديت تدخل تتوغل كده في الكفتة من جوه ومن بره، تتشربها من كل حتة. عشان كده لو معاكي ما عندكيش اي حاجه، ممكن تجيبي قلم، اللي هو الاقلام اللي بنكتب فيها، بس يبقى مغسول كويس وبظهر القلم، وتعصجي بيها. يعني مفيش حاجه توقفك، اي حاجه ممكن تمشي. اهم حاجه ان هي تعمل لها فراغ من جوه. شكلي بقى الكباب بتاعك او الكفته بتاعتك بالحجم اللي حضرتك عايزاه. ممكن تعمليها كور، شكلها على هيئة كور صغيرة براحتك. ممكن تشكليها صغيرة عن كده، أكبر من كده برضو براحتك، مع مراعاة إن كفتة الفراخ أصلا ما بتكشش. يعني دي غير اللحمة. اللحمة لو حطيتيها بتكش، لكن الكفتة بتاعت الفراخ مش هتكش. الصباع اللي انت هتعمليه ده هو بعد السوا هو نفس الحجم بتاع الصباع اللي انت هتلاقيه في السوا، لأن طبعا زي ما احنا عارفين مش بتكش. كده خلاص أنا هشكل كل الكمية بالشكل ده. بعد كده هعمل معانا ايه؟ خلطة حلوة قوي قوي، دي هتديها طعم جميل جدا. كده خلاص انا خلصت تشكيلها وحطيتها في الصينية. معانا بقى ايه؟ فاكرين شوية التسبيكة اللي انا شلتهم كده من الصلصة بتاعت المكرونة؟ دي هاخدهم وهحط عليهم ايه؟ شوية من الشوربة. ال- الخلطة دي بتديها طعم جميل قوي، لانها بتتوغل فيها من جوه ومن بره. طب انت لو ما عندكيش اللي هي التسبيكة، ما انتش هتعملي مكرونة مع الكفتة، هتعملي رز. طب ما عندكيش شوية تسبيكة، يبقى صلصة معلبة وتحطي عليها شوية من الشوربة، وتظبطي الملح بتاعها والبهارات بتاعتها وتحطيها. طب ما عندكيش شوربة، هتجيبي مرقاية وتسخنيها على شوية من النار، وتحطي عليها معلقة الصلصة وتحطيها. او ممكن تمشي بس بمرقاية تحطيها على شوية النار، وتظبطي الملح بتاعها وتقومي حطاها على الشوربة. يعني اي حاجة بتمشي، مفيش حاجة توقفك. متقوليش لا انا ما عنديش ديت وتقعدي تحتاري بقى وتكلفة. لا، إيه اللي موجود عندك اعملي. بس التست بتاع الشوربة ومعلقة الصلصة دي بيديها تست عالي وجميل. خلاص انا حطيتها عليها بالشكل ده. هاخدها بقى احطها على نار عالية. اول ما تاخد غلوة كده وتبتدي تغلي على النار، هتلاقيها لوحدها بدأت تمسك بالشكل ده كده. بعد ما توصل للشكل ده الغليان، ههدي عليها النار بقى واغطي عليها واسيبها كده تستوى وتشرب من الخلطة اللي احنا عاملينها ديت. دي هتخليها جوسي وجميلة وطرية من جوه ومن بره. كده خلاص هي شربتها، لسه فاضل فيها حاجات بسيطة. حاول اقلبها كده علشان اضمن ان هي ما تلزقش في الصينية، وخصوصا ان انا حطاها في صينية ألمونيا، يعني ممكن تخليها تلزق. بس بإذن الله الخلطة اللي احنا معانا ديت مش هتخليها تلزق. يا دوبك مجرد ما هي تستوى هتبدأ ايه؟ تفك كده تمسك نفسها وتفك من الصينية. هما الاتنين اللي جوه دولت معايا اللي كانوا لازقين شوية بس خلاص فكوا، بدأت افكهم خلاص. خلاص تمام، قلبتهم بقى على الجهة التانية، قلبت الكفتة كده من جهة لجهة. وهحاول ان انا امشي شوية الشوربة اللي في النص دول يبقوا تحت الكفتة كلها، تحت الكفتة كلها، علشان كلها تاخد من الطعم وما تتحرقش من الجناب.
أنا باشرح شرح تفصيلي، ممكن باكون باطوّل عليكم، بس علشان أدّيكم كل حاجة الوصفة بتكاتها. كده خلاص هي شربت معايا خلاص استوت معايا وبقت زي الفل وشربت الخلطة اللي عاملينها. ممكن لو حابة تقدّميها بالشكل ده خلاص براحتك قدّميها، بس يعني أنا أحب إن هي تاخد لون يبقى أفضل. فأنا حاولت إن أنا أدّيها لون كده وهي في الصينية، حطيت عليها معلقتين من الزيت وحاولت إن أنا أحمّرها كده بشوية كده من الزيت، لكن صراحةً لقيتها لزقت في الصينية والصينية بدأت تحروق. فأنا حطيتها حطيت شوية زيت في الطاسة وهانزل يا دوبك تاخد لون بس كده في الزيت على الطاسة. ممكن طبعًا في الحالة دي أنتِ تدخّليها تحت الشواية، تاخد اللون تحت الشواية، بس أنا حبيت إن أنا أعملها على شعلة البوتاجاز كلّها قدّامكم، يعني اللي ما عندوش فرن أو مش حابب يعملها في الفرن، يعملها على البوتاجاز كلّها آآ هتطلع معاه جميلة. دي معلقتين الزيت بقى يا دوبك حطيتهم كده يتشوحوا ياخدوا لون، بعد ما خدوا لون حطيت بقى قطعة فحماية سخنتها على النار وحطيت عليها معلقة زيت وكمرتها. طبعًا كل مرة أنا باقول لكم الخطوة بتاعة الفحماية ديّة اختياري، بس حقيقي في الوصفة دي يا ريت تعمليها، بتدّي طعم المشاوي، طعم الكباب بتاع برّه، طعم الكفتة بتاعة برّه، بتدّيها طعم ونكهة جميلة أوي، يا ريت تعملوها. وده الشكل النهائي للطبق. شايفين المكرونة الحباية بحبايتها شايفينها عاملة ازاي، طالعة جميلة ومفلفلة يعني، واختصارا معاكي بتختصر معاكي في الوقت اللي هي المكرونة لما بتعمليها بقعدها. انا صراحة ما بعملهاش غير بقعدها، خلاص انا من ساعة ما جربتها بالشكل ده وبعملها بقعدها. نيجي بقى للكباب بتاعنا اللي زي الفل، شايفينه شكله عامل ازاي واللون اللي احنا اديناهوله، يا دوبك هي تشويحة بس ادت لها اللون الجميل. شايفين الشكل من جوه عامل ازاي، والفراغات اللي من جوه دي خلت الخلطة اللي احنا عملناها اتوغلت كده من جوه وشربت كلها من بعضها. بصراحة كان طعمها خطير، وبنتي كانت واقفة جنبي فقالت لي انا عايزة ادوق، فبصراحة انا مرضتش اقفل معاكم الكاميرا غير لما هي تدوق وتقول لي ايه رأيها في الطعم. لو قللتي النشا شوية زي ما انا قلتلك في الفيديو هتديكي الشكل جوسي خالص من جوه، اطرى من كده كمان. هي بصراحة كان طعمها تحفة، كان طعمها جميل جدا، بس لو قللتيها هتديها لك جوسي واحلى بكتير كمان من كده. كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت بقى اللي عجبه الفيديو يحط لايك واللي ما عجبوش براحته، بس ان شاء الله هتعجبكم الوصفة وموفرة جدا واقتصادية للي امكانياتها قليلة. واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.